السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايبي واماراتي وعيلتي الجميلة، اهلا وسهلا بكم. وحشتوني يا بنات من اخر فيديو. النهارده فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم وتستفيدوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. يلا على زرار اللايكات تحت، حطي لي لايك للفيديو قبل اي حاجة، عشان النهارده كده فيديو ان شاء الله اتمنى ان هو يعجبكم. فقبل ما تنسي كده انزلي حطي لايك، وطبعا يشرفني اشتراكك لو اول مره بتشوفيني. ويلا بينا نبدا الفيديو. جايه يا شباب بتعملي ايه النهارده؟ ايه كميه الخضار دي النهارده يا بنات؟ عندي كده صورت لكم فيديو، كانت عزومه بسيطه لاخويا قبل ما يسافر بيوم، مش حد غريب يعني. فهنعمل مع بعض كده كام صنف بسيط بس فيهم بقى تكات وحركات. هنعمل كوسه بالبشاميل، وهنعمل فراخ بانيه من غير اي بيض خالص. هنعمل كفر ناجح وتحفه من غير اي بيض، ما نحطش فيه بيض يعني. وهنعمل الكشك المصري بتاعنا، وهنعمل بطاطا بالبشاميل. يعني هنعمل حلو وحادق. الميزة في الموضوع بقى ايه؟ ان احنا هنعمل العزومة دي في ساعة واحدة بس، ساعة واحدة بس. وهعرفك ازاي تكوني سريعة جدا ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة مسكت كل الخضار غسلته، يعني كل الحاجة اللي هنستعملها نغسلها: طماطم، بتنجان، بصل، الكوسة، البطاطا. اللي عايز يتقشر يتقشر، زي البصل زي البطاطا قشرتها، زي الكوسة ضلعتها بالمقوار وشلت البداية والنهاية بتاعتها. كل الحاجات دي في البداية خالص، وتحطي كل حاجة قدامك كده وتسمي الله. أول حاجة هعمل البتنجان معاكم يا بنات المخلل. هنعمله النهارده مسلوق مش مقلي زي كل مرة. فجبت حلة حطيت فيها مية مغلية من الكتل على طول. خلي بالكم أنا داخلة المطبخ الساعة 8 خارجة الساعة 9 ونص، بس عشان التصوير بياخد وقت معايا. فقولي ان احنا هناخد ساعة. ان انت تستعملي ميه مغليه من الكتل هتوفري وقت على البوتاجاز بسرعه. وحطيت في البتنجان اللي هو طبعا مغسول وزي الفل. البتنجان لما نيجي نسلقه نحطه بالعنقود الاخضر بتاعه. تمام. تاني حاجة هنولع على اللبن نغليه. ليه بقى؟ عشان احنا النهاردة هنحتاج لبن للبشاميل للكوسة، وهنحتاج الكشك، لبن للكشك، وهنحتاج لبن للبشاميل بتاع البطاطا. وهوريكي ازاي نعمل بشاميل حلو وحادق في نفس الوقت بسرعة جدا. اول حاجة بقى زي ما انتي شفتي كده، خلاص حطيت البتنجان بيتسلق وحطيت اللبن بيتغلي. مسكت البطاطا بقى هقطعها، لان دي من الحاجات اللي هتاخد برضو وقت معايا، فحبيت ان انا ابدا بيها. البطاطا يا بنات دي، انتي زهقانه مثلا وجوزك عايز حاجه حلوه ومش عارفه تعملي ايه، البطاطا رخيصه جدا. اعمليها بالطريقه دي جديده غير المشويه، يعني مش جديده يعني، هي طبعا طريقه انا بتكلم ان احنا مش معتادين ان احنا نعملها. سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. ثانيا البطاطا الايام دي موجوده ورخيصه، يعني الكيلو تقريبا ب6 جنيه ونص يعني، ولا اي حاجه. ف وعايزه اقول لكم ان هي من الحاجات المفيده جدا للاطفال، ومفيده جدا يعني لو انتي ما حطيتيش عليها سكر زي ما انا هحط دلوقتي. هي على فكره ما بترفعش مستويات السكر في الدم. طيب، في مثلا حاجه زي كده وعزومه او ايا كان حد جاي يتعشى معاكي فاجئك وعايزه تعملي حاجه زي كده، ترققي بقى. يعني تحاولي على قد ما تقدري. هتعملي مثلا صينيه بطاطا بالبشاميل، رققي، اعملي الشرايح رقيقه زي الشيبسي كده، علشان كل ما هتبقى الحاجة معانا رفيعة في تقطيعتها هتستوي معانا بسرعة. يبقى كده ادي تركاية كمان. خلاص قطعناها رقيق كده زي ما انتي شايفة على قد ما تقدري. وهنبتدي نحط عليها السكر بتاعنا حسب الرغبة. دي بقى البطاطا بالبشاميل بتركاتها وحركاتها. نجاحها في ايه؟ نجاحها في انك انتي ما تحطيلهاش مية كتير، علشان تبقى قوامها متماسك. خلاص. فزي ما انتي شايفة ده كيلو ونص من البطاطا، هحط عليهم حوالي ربع كوباية مية فقط لا غير، ويمكن ممكن تكون أقل. هتستوي ازاي يا شيماء؟ هي بقى هتنزل ميتها، يعني هي مليانة فيها نسبة مية عالية هتنزل ميتها. لو بتكلم بتفاصيل يا بنات، عشان انا في فئات كتيرة جدا بتشوفني، انا عارفة ان انتوا ستات بيوت شاطرة وزي القمر والله اكبر عليكم انا متأكدة. بس علشان صدقوني بيكون في ناس بيشوفوا مثلا الحاجات دي لأول مرة، فلازم اتكلم بالتفاصيل دي. ورفعت كده البطاطا على على النار. اهم حاجة انا بعمل يا بنات بقى؟ بعلي النار عشان الحلة بسرعة تسخن، تاخد درجة حرارة عالية. بس اهم حاجة انك ترجعي توطي تاني. البطاطا من الحاجات اللي عايزة نار هادية، علشان الحاجة اللي انت عايزاها تبك مية بتبقى محتاجة نار هادية. خلاص. وطبعا متغطية. مسكت الكوسة قطعتها حلقات كده، بعد طبعا زي ما قلتلك غسلتها في البداية وضلعتها بالمقوار، ورجعت غسلتها تاني بعد التضليع ديت، علشان لو عليها اي يعني قشر او كده طبعا بنشيله. وقطعتها ارفع شوية من المعتاد برضو عشان ما تاخدش وقت معايا في السوا.
ارفع شويه برضو من المعتاد. همسك بقى الكميه اللي معايا اخلصها كلها. وشوفي بقى الكوسه بالبشاميل بقى بتكتها بحركات. انا عارفه ان الكوسه بالبشاميل ليها وصفات كتير، بس انا بحب الطريقه التقليديه دي بتاعت امي الله يرحمها. يعني انا اصلا بحب الكوسه بالبشاميل جدا يعني. خلاص قطعت الكوسه وحضرتها معايا. بالمرة بقى ايه، هنمسك كمية البصل اللي احنا محتاجينها كلها نفرمها. خلاص يعني شوفي اكلتك اللي انتي هتعمليها ايا كان الاصناف، البصل كله لو معاكي كبة كبيرة افرميه مرة واحدة واخلصي ووزعيه على الاماكن بتاعته. فانا كده فرمت كل البصل اللي معايا مرة واحدة. انا محتاجة لايه يا شيماء؟ البصل محتاجة حبة بصل صغيرين لتتبيلة الفراخ البانيه، ومحتاجة بصل للكشك للتقلية بتاعة الكشك، ومحتاجة بصل للعصاج بتاع الكوسة بالبشاميل. ففرمت الكمية كلها مرة واحدة، وطبعا بالويم يعني كل واحدة على حسب. معايا هنا الطاسة اخدت شوية بصل للكشك. انتوا عارفين الكشك المصري بتاعنا بيحتاج طبعا بصل على الوش. وهحط في الطبق دوت شوية بصل حلوين للعصاج. اوكي، وهخلي اخر حاجة حبة البصل في الكبة بتوع التتبيلة بتاعت الفراخ البانيه، علشان انا هستعمل الكبة تاني ان انا اعمل فيها ايه التتبيلة بتاعت البانيه بتاعنا. حلوة قوي. جبت بقى هنا السمنة، حطيت على البصل دوت سمنة عشان ده كده ابقى عارفة ان ده بتاع الكشك، وحطيت على ده رشة ملح لحد بس ما اتبل البانيه، عشان انا عايزة اخلص من البانيه واتبله واخلص، بحيث اني انا ياخد فترة كافية في ان هو يتبل ويشرب من التتبيلة بتاعته، وفي نفس الوقت ابقى فاضية لكل وقفتي على البوتاجاز بعد كده. معلش الحتة دي ما اتصورتش، انا اسفة كانت مفيش مساحة في التليفون، بس انا هقولك انا عملت ايه. شوية البصل اللي كانوا في الكبة اللي هم صغيرين هنحطهم، نزلتهم بشوية مية عشان انا محتاجة مية. هحط ملح وفلفل اسود وثلاث حاجات تانيين، ايه هما؟ دقيق ونشا وبيكنج باودر. وهتعملي الخلطة دي زي بالظبط، عارفين قوام الطحينة اللي احنا بنعمله؟ هو ده الكفر بتاع البانيه من غير بيض يا بنات. كمية الدقيق بتبقى اكتر من كمية النشا، ومش هقدر اقولك مقادير علشان على حسب الكمية. ده كان نص كيلو من الصدور، انتي بقى على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. يعني مثلا لو انا قلت هنا ان انا حطيت 5 معالق دقيق، حطيت لهم حوالي معلقتين من النشا، معالق طبعا كبيرة. بتبتدي طبعا فراخك مغسولة وزي الفل، بحطها كده في التتبيلة وبشربها، وطبعا ايدينا نظيفة وزي الفل برضو. وايه، من كل الجهات نتأكد ان كل الصدور الخلطة دي عليها من فوق ومن تحت. يبقى الخلطة دي عبارة معاكي في الكبة عن بصلاية صغيرة، عليها طبعا شوية مية وملح وفلفل اسود ودقيق ونشا وبيكنج باودر، واحلى خلطة. وكل ما تسيبيها هتبقى افضل. هنا بقى بعد شوية صغيرين كده اللبن كان غلي، البتنجان لسه بيستوي وخلاص فاضل له حاجه بسيطه، ووريكم ان البطاطا ابتدت انها تتبخر وتنزل ميتها. يلا بينا نبدا بقى في اول خطوه من خطوات الكوسه بالبشاميل. بصوا يا بنات، شايفين الميه كترت ازاي؟ عشان كده بقولك ربع كوبايه الميه الاولانيه دي هتساعد بس معايا الدنيا انها تقوم شويه، لكن هي كده كده البطاطا فيها ميه. تمام. البتنجان هنا كانت سلق بصراحه، ما خدش وقت خالص برضو والله، مش زي ما انتم متخيلين يعني. بياخد وقت سنه اكتر من المحمر، بس برضو ايه بيخلص بسرعه. واديني كده خلصت كمان ايه منه. معايا بقى هنا في طاسه، مش طاسه، في صينيه. يعني انتي مثلا هتعملي الكوسه بالبشاميل في صينيه الومنيوم، خلاص هي صينيه واحده اللي احنا هنستعملها. دي كده وجبه يا بنات متكامله، تقدري تعمليها لولادك في يوم غدا. كوسه بالبشاميل مع رز ابيض او رز بشعريه، بس حاجه كده زي القمر، مع شويه سلطه او اي حاجه عندك انتي بتحبيها يعني. نزلت بالكوسه على معلقه حلوه كبيره من السمنه، عشان هبتدي ان انا اشوح الكوسه، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود. الملح في المرحله دي هيدبلها معايا شويه، والفلفل الاسود هيديها طعم. طيب يا شيماء، ايه لازمه تشويحه الكوسه؟ ما ننزل بيها على العصاج على طول؟ لا، الكوسه في المرحله دي يا بنات يعني، اولا انتي بتديها درجه حراره، انتي بتدخليها في جزء من السوا، دي كده اول حاجه. تاني حاجه، الصدمه دي بتحتفظ، بتخلي الكوسه بتعمل زي كفر كده او شمخه كده زي ما بيقولوا، بيخليها تفضل محتفظه بقوامها ما تتهريش. لان انتي لو نزلتي بقى على طول، احنا دخلنا كده في قصه ان احنا بنسلق، فاحنا لا، مش عايزينها مسلوقه لان ده طاجن خلاص. فهي زي ما بقولك كده بتدي كفر او بتدي شمخه للكوسه، بتديها شخصيه ما تخليهاش تتهري معاكي. هتدخلها في جزء من السوا برضو عشان ما تاخدش سوا معاكي مع العصاج. تالت حاجه والاهم، ان طعمها بيبقى تحفه. عرفتي بقى الصدمه ديت ليه؟
مطرح ما هنحط الكوسة وحمرناه، طبعا يا بنات مختصرة معاكم جدا الفيديو جدا جدا، يعني مقصة منه كتير. انا قعدت فترة يعني حوالي 8 دقايق او 9 دقايق اشوح فيها ايدي فيها باستمرار على نار عالية ونخلص. في نفس المكان هنزل بالبصل، وهنزل هنا هنعمل العصاج بتاع الايه الكوسة بالبشاميل. في خطوة عشان ما ننساش مع بعض، في بداية الفيديو انا مسكت كده كان معايا بولة فيها رز، حطيت عليه شوية مية مغلية، نسيت اقول لكم ان دي من التريكات والحركات. إيه مثلا في الكشك عشان تنجزي فيه بسرعة الرز لازم يبقى منقوع، لو انتي منقعتيهوش من بدري انقعيه في مية مغلية وسيبيه على جنب كده، هتلاقيه طري ونفش وهيتسلق معاكي بسهولة. طبعا الرز بتاع الكشك بنسلقه في ايه؟ في شوربة. ما عندكيش شوربه اسلقيه في في مكعب مرقه دجاج. وانا بحمر الكوسه لو انتوا شفتوا كده، معلش انا اسفه يعني الفيديو جري مني. حطيت ورا الرز بميته يا بنات، نزلت عليه بالميه بتاعته عادي جدا، وحطيت عليه مرقه دجاج اللي هي الفوريه كالنورت دي، اسمها كالنورت، طعمها حلو جدا. وهحطه بقى زي ما انتوا شايفين على نار هاديه كده، ابتدي ان انا اسوي في الرز بتاع الكشك. هنا بقى نزلت باللحمة على البصل، شوحت اللحمة كويس جدا، اول ما لونها اتغير بقى معايا حطيت ايه بقى، حطيت برضو اللي هو باكو من المرقة الفورية بتاع كالنورت، وفلفل اسود وملح ورشة كمون، ودلوقتي حطيت رشة جوز الطيب، مش قادرة اقول لكم برضو بتنقل الطواجن نقلة تانية خالص. شوح شوح شوح، اتأكدت كده ان اللحمة اتشوحت وكله تمام. لا مش تمام طبعا، لسه البصل ني. هنسوي بقى البصل في ايه؟ لازم عصارة عشان البصل يستوي. هنروح بقى نضرب شوية عصير طماطم في الخلاط، وهننزل بقى عليهم على ايه؟ على العصاج دلوقتي. معايا كده يا بنات في ترتيب الخطوات. طبعا موضوع الرز اللي اتنقع من البداية كنت عايزة اقول لكم على الموضوع ده في اول الفيديو، بس معلش ساعات اي يعني صانع محتوى هو بيسجل ساعات بيتلخبط كتير. فالمهم زي ما انتوا شايفين كده، نسمي الله، ضربت عصير الطماطم وزي ما هي كده، حابه تصفيها اوكي، اتخلطت بيضرب كويس اوكي، بس انا ما صفيتهاش يعني. هنزل بيها على العصاج بتاعي، وهحط عليها كيس صلصه، او لو بطرمانات عندك معلقه صلصه للون والطعم برضو. اول ما تبتدي كده الكل كده ياخد درجه حراره كده واحده، هروح نازله بالكوسه بتاعتي. وخدوا بالكم من التركايه اللي جايه دي يا بنات كويس جدا. هنزل بالكوسه وهبتدي ان انا اقلب. في المرحله دي وانا بقلب الكوسه انا اصلا مش خايفه، انتوا عارفين الكوسه من الحاجات الرقيقه يعني، انا مش خايفه على الكوسه خالص انها تتهري، لان انا عارفه كويس جدا ان انا عامله لها صدمه وعامله لها شخصيه، فمش هتتهري معايا ولا اي حاجه خالص. في المرحله دي هحط شويه ميه صغيرين جدا. والتركيه اللي عايزه اقولها لكم ان احنا هنا هنبتدي نتابع الكوسه حبه بحبه، يعني بمعنى ايه؟ استوت اوكي، ما استوتش نزود شويه ميه صغيرين، استوت اوكي، ما استوتش نزود ميه شويه صغيرين، علشان الميه ما تكترش مننا. والطواجن بتبقى عايزه الحاجه ناشفه، مش عايزه الحاجه فيها ميه، لان احنا لسه هنحط طبقه بشاميل. فهتابع الكوسه كويس جدا. ما شاء الله البطاطا معايا زي ما انتم شايفين، ما زودتش اي ميه تانية من البدايه خالص، واستوت وبقت زي الفل، لدرجه ان انا هرستها كده بالبتاع اللي في ايدي دي من غير هراسه ولا اي حاجه. الرز بتاع الكشك استوى معايا، اتسلق وبقى زي الايه الفل. تعالوا بقى فاضل لنا كده احنا هنعمل البشاميل. هنعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي محتاجه بشاميل للكوسه ومحتاجه بشاميل للبطاطا. خلاص. طيب انا هعمل كميه البشاميل كلها مره واحده الموضوع بسيط جدا، وهنقسمه نصين نص هنحط عليه سكر وفانيليا، ونص هنحط عليه ايه؟ ملح وفلفل اسود. خلاص كده. فمعايا حوالي، بصوا انا هستعمل هنا بقى، انا مش عارفه ايه اللبن. بصوا اصلا يا بنات بس زينا زي بعض كده، لو احنا بنعمل بالويم يعني بقى مني. بس حوالي لكل نص كيلو لبن معلقتين سمنه ومعلقتين دقيق. خلاص. فانا استعملت تقريبا كيلو ونص من اللبن، يعني حطيت، انا عملته خفيف شويه، فانا حطيت مثلا هنقول 7 معالق دقيق على 7 معالق سمنه زيهم. وبحور الاول السمنه مع الدقيق، وبعد كده بنزل ايه باللبن زي ما انتوا شايفين. ايدي هنا طبعا البشاميل اللي بياخد وقت شويه، يعني انا بختصر معاكم الفيديو، ولكن انا في الحقيقه بقعد كتير جدا، ايدي ما بتتشالش من ال من الضرب بتاع المضرب اليدوي ده عشان يطلع معايا كريمي، يعني فاهميني؟ الصبر كده، يعني نقف كده ايدينا كده ما تتشالش كده من البشاميل طول ما هو ايه لسه بياخد وبيغلي. حطيت بقيه اللبن على الرز زي ما انتوا شايفين، وحطيت له شويه ايه فلفل اسود،
وهبتدي لسه اظبط له الملح. خلي بالكم ان الرز مستوي اصلا في شوربه او مستوي في مكعب مرقه دجاج. ايديا بصوا في البشاميل ازاي ما بتتشالش ازاي، علشان يا بنات ما يكتلش مني ويعمل زي خرز كده، زي ما بيقولوا بيخرز، يعني بيعمل زي حبيبات كده مش هتعرفي تفكيه. فمن البدايه لو انتي عملتي كنترول على البدايه هيبقى سهل بعد كده، الدنيا سهله معاكي. ولعت على الكشك هنا زي ما انتوا شايفين، ودقته لقيته ايه محتاج ان هو شويه ملح، فتقريبا حطيت له مرقه، ما حطيتلوش ملح، حطيت له تاني مرقه فوريه. تمام. معايا هنا بقى كميه البشاميل اللي ببتدي ان انا اقسمها على نصين تقريبا. خلي بالكوا الكوسه بالبشاميل عايزه اقولك على مقدارها بالظبط، بس خلينا واحنا بنحط البشاميل على الكوسه هقولك بالظبط، انا هقولك بالظبط مقدار الكوسه بالبشاميل واقولك هي ليه اكله موفره. هنا بقى البطاطا معايا حطيتها في طاجن بايركس زي ما انتوا شايفين كده. بيبقى شكله حلو يعني بنات في التقديم. يعني هنا ابتديت ان انا احط السكر اللي انا عايزاه، طبعا السكر اذواق خلاص، يعني ممكن حد ياكل الحاجه دلع، في حد بيحب السكر اوفر. وحطيت كيس من الفانيليا، وطبعا الفانيليا بتنقلها نقله تاني خالص. بصي في المرحلة دي لو انتي كنتي حابة قبل ما تنزلي بالبطاطا في الطاجن تحطي معلقة سمنة او مكعب زبدة بتدي طعم، مفيش مشكلة. لكن انا بصراحة كنت حابة انها تبقى خفيفة من غير ولا سمنة ولا زبدة. هنا بقى نزلت بطبقة البشاميل كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اذواق، حابة ان انتي طبقتك تبقى عالية ماشي، حابة انها تبقى رفيعة، بس يعني التوازن حلو يعني هي المفروض ان البشاميل يبقى اقل من البطاطا شوية. وعلى الفرن طبعا على طول، وانا للاسف فرني بس بيبقى فيه عيب شويه ان هو حامي، الشوايه بتاعته حاميه. وعلى فكره يا بنات انا بولع شوايه بس. بصوا شايفين اصلا الشكل قمر ازاي. تمام. فاضل بقى بصوا البتنجان هنا كنت سايباه يبرد طبعا خالص، هقص منه اللي هشيل منه العنقود اللي فوق ده. ومعايا بقى علبه ازاز كده، وهبتدي ان انا اعمل الخلطه دلوقتي، بس في حاجه هعملها قبل الايه، قبل الخلطه. خلاص يا بنات كده يا بنات احنا الكشك سلقنا الرز ونزلنا عليه باللبن، ظبطنا له ملح وفلفل ومكعب مرقة دجاج. فاضل لنا بس عملية الربط. خلي بالكو الكشك يعني مثلا لو انتي هتعملي نص كيلو من اللبن، هو بياخد بالظبط عارفين الفنجال بتاع القهوة ده، هو ده اللي بياخده رز. بس الكشك ما بياخدش رز كتير، بيبقى كريمي اكتر، وده بيعتمد على الربطة النشا اللي انتي بتعمليها بعد كده. هنا بقى ده البشاميل الحادق بتاع الكوسه. انا بقى كان عندي افتكرت ان انا عندي خلطه البشاميل بالجبنه دي اسيبها، لا ما سيبهاش. رحت حاطه معلقه، ورحت حاطه ملح وفلفل طبعا عشان ده البشاميل الحادق. انتوا عارفين انا اول عملت البشاميل من غير ما احط له اي حاجه، وحطيت له بس شويه ميه صغيرين قوي، رفعته على النار خد غلوه عشان يعني المعلقه البشاميل بتاعت الجبنه اللي انا حطيتها دي. ورحت حطاه كده على الكوسه. مقدار بقى الكوسه، كل كيلو كوسه بياخد ربع كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو بس. يعني انت تنزلي تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه وكيلو كوسه، وتجيبي نص كيلو لبن، وتطلعي تعملي لولادك احلى اكله. واكيد البصل عندك، التوابل عندك، السمنه عندك، فبس كده وشويه رز جنبها وخلاص. اللي ما بيحبش الكوسه على فكره يحبها جدا بالطريقه دي. ده بقى الكشك معايا كده زي ما انتوا شايفين. سبت الرز كده شرب بقى شويه من اللبن، ودي بقى عمليه الربط الاخيره. بجيب ربع كوبايه ميه او لبن خلاص، وحطيت عليها المفروض ان انا احط معلقتين من النشا وادوبهم على البارد. انا حطيت هنا معلقه من البشاميل اللي بالجبنه، يعني استبدلتها بدل معلقه النشا التانية ومعلقه من النشا ودوبتهم ونزلت. بتنزلي في المرحله دي لما يكون اللبن بتاعك بيغلي خلاص، وبعد كده تروحي موطيه بقى النار ونفضل نقلب. وكل لما يبتدي ان هو يغلي كده معانا، اهم حاجه لازم يغلي معانا، ولازم يبقى زي ما انتوا شايفين كده قوامه كريمي. خلي بالكوا ان البصله هنا رشيت عليها رشه ملح عشان تبقى مقرمشه معايا وبرده تدبل بسرعه. وده الكشك المصري بتاعنا يا بنات، وما تخلوش تقيل قوي، ما نكترلوش الرز قوي. وطبعا سمنه البصله دي بتبقى طعمها بصل. والله على الكشك المصري بقى وجماله بتاعنا بقى يا جماعه، بجد بسم الله ما شاء الله. خلي بالك البصله شيليها وهي فاتحه شويه، كانت ماما دايما تقول لي كده، هي يمكن باينه في الفيديو غامقه لكن هي في الحقيقه لونها ذهبي. علشان الصهد بيسويها وبيكمل سواها. فلو انت شلتيها باللون اللي انت عايزاه، على بال ما هتقعد هتغمق زياده. ودي كانت صينيه البطاطا بالبشاميل القمر بعد ما خرجت، بس زي ما بقولك الفرن عندي بس فيه عيب، فهو حامي من حته كده معينه. معايا بقى هنا في الكبه البتنجان المخلل بتاعي بقى، معايا كده كام فص توم،
وطماطمايه كبيره، وحطيت قرنين فلفل حامي وملح وكمون فقط لا غير، وكمان معلقتين خل كبار او لو عندك عصير ليمون. مش عارفه ليه بقى لي كام مره كل ما اعمل البتنجان يبقى عندي ليمون ولسه خلصان. يا طول ما في ليمون في البيت احنا يعني بنشرب عصير ليمون كتير جدا، يعني الليمون مش بيقعد بصراحه. بس واحلى تتبيله معاكي بتاعت البتنجان المخلل بقى. انا نزلت عليه مره واحده، اولا كميه البتنجان ما كانتش كبيره، بس انتوا عارفيني بحب امسك بتنجانيه واحده واحده واحط فيها التتبيله بالمعلقه زي ما انتوا عارفين دايما معايا. بس المره دي بقى كنت مستعجله، الجو كان حر جدا، عايزه اخلص قبل ما اخويا بقى يطلع يعني وكده، فاللي هو انا كنت بعمل بسرعه. بس حبيت بس اشارككم اللقطه دي ان انا عملت كده شويه رز عشان الكوسه، كوسه بالبشاميل يعني رز. وعايزه اقول لكم ان انتي لما تعمليها وتاكليها بعيش برضو طعمها تحفه. العيش يا بنات اللي هو الخبز، يعني عشان في ناس بره يعني في الدول الخليج بيقولوا على الرز بتاعهم عيش، لكن العيش عندنا يعني الخبز اللي هو الرغيف الخبز يعني. بس كنت غاسله الرز معايا، شوحت الشعريه طبعا رز عادي جدا ما فيهوش اي حاجه وبشوح كده الرز، لازم برضو اديله تشويحه وهو مغسول عشان يبقى طعمه حلو ويبقى مفلفل. وكان اخر كيس معايا بتاع المكعب المرقه الفوريه. عارفه ان انا استعملت مرقه كتير النهارده بس عشان كميه الاكل، وعشان بصراحه المرقه والحاجات دي بتدي طعم حلو جدا للاكل يعني. شايفين الكشك ورا وجماله ولونه عامل ازاي؟ الحمد لله بنات خلصت. عايزه اقول لكم ما خدتش وقت والله، والحاجه كانت قرفتها زي العسل. كان معايا كده حزمه بقدونس، غسلتها وقطعت صفيتها، يعني غسلتها وصفيتها وقطعتها. حطيت شويه كده على البتنجان المخلل ورا زي ما انتم شايفين، وهخليها علشان هجرنش بيها، يعني هزين بيها الفراخ البانيه لما احمرها. معايا بقى هنا بقسماط على دقيق على رشه فلفل اسود. شايفين بقى المارينيه القمر بتاعنا دوت اللي البانيه كان غرقان فيه، ما شاء الله يعني قعد اكتر من ساعه فيه، شرب بقى منه. تاخدي منه على الخلطه دي على طول. على فكره لو ما عندكيش بقسماط ممكن تاخدي من الخلطه دي على الدقيق بس، بيبقى برضو جميل جدا. شغلي نفسك والدنيا ما بتقفش. وعايزه اقولك رشه البيكنج باودر اوعي تنسيها، هي دي اللي هتعمل لك كفر وهتنفخه يعني، اوعي تنسيها. هنا بس كده كان في حته فنزلتها تاني في المارينيه ده ورجعتها تاني زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى كل الكميه اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عجبك بقى الفيديو لحد دلوقتي، الفيديو القمر البسيط ده، ما تنسيش بقى تحطي لي لايك كده تشجيعا ليا، علشان الواحد كده يقدر ان هو كده لايكاتكم وتعليقاتكم يا بنات بتشجعني جدا وتخليني قادره ان انا استمر والله، وتديني جرعه طاقه ايجابيه جامده جدا يعني. ربنا يخليكم ليا والله. يلا بقى يا شيماء على زيت زي ما انتوا شايفين شويه ان هو غزير، يعني مش زيت قليل قوي يعني. وهبتدي ان انا بصي خلي بالك وانتي بتحمري البانيه بقى لكل المبتدئين، نارك تكون متوسطه. يعني لو عليتي قوي الكفر هيتحمر والفراخ جوه هتكون نيه. فخلي انتي والنار خليكوا صحاب، خلي عندك سنس. لقيتي النار بتموت او بتهدأ علي، يعني البانيه ما ينفعش تسيبيه وتمشي. بصوا يا بنات ما شاء الله الكفر تحفه. بصي مقرمش ازاي، ولا بقى تقولي لي بيض ولا مش بيض. ما بصي هو انا مش على حاجه والله، انا بعت فريده بنتي تجيب لي بيض تحت من السوبر ماركت، ما كانش فيه بيض للاسف عندهم يعني، فانا قلت انا اوقف نفسي وما كنتش عايزه ابعتها في حته بعيده، فقلت لا انا هشغل نفسي كده، وما شاء الله طلع تحفه. بصوا بقى هنا كان كل حاجه خلاص خلصت بقى، ومعلش ما قدمتش معاكم بقى وانا بغرف وكده. وده كان الشكل يعني يا بناتي. رب يكون الفيديو عجبكم. كنت بقى قاعده كده فري ما وريش اي حاجه، عملت حلو وحادق في ساعه واحده بس. واهم حاجه وانتي داخله كده عندك ضغط في اي حاجه، سمي الله وصلي على النبي كتير واستغفري ربنا، وابدأي كده وادخلي بحماس، وكل حاجه ان شاء الله باذن الله هتبقى سهله. هوريكم دلوقتي الكوسه من جوه عامله ازاي، والبطاطا. طب قمر البطاطا دي يا بنات عايزه اقول لكم على حاجه من الحاجات اللي محتاجه تبرد جدا، يعني محتاجة تبرد وتاخد وقتها في البرودة عشان تقدري تقطعيها قطع. بتتقطع يعني مربعات وتتقدم عادي جدا، يعني بسكينة الحلويات. فسيبيها تهدى خالص. شايفين بقى الكوسة القمر، شايفين الطبقات طعمها تحفة يا بنات. والحمد لله رب العالمين، والف هنا وشفا على اللي كل. وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. مستنية بقى تشجيعكم ومستنية لايكاتكم. لو حابة تقولي لي اي تعليق او اي كومنت على اي حاجة برضو ما عجبتكيش قولي لي.
طول ما احنا بنتكلم مع بعض باحترام وكاخوات وعيله واحده، متقبله منكم اي كلام، وربنا يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا. اسيبكم بقى في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، ومع الف سلامه، باي باي.